بالكانو جابوا واحد المواضيع يعني في الحقيقه كان يعني الموضوع ديالو طويل بزاف، ولكن اختاريت لكم انا واحد دقائق معدوده واللي تناول فيها يعني الماتش الكره يعني وكانت اشنو كان وقع، واللي تناول فيها اوضاع ديال العيد وكيفاش يساعدوا الجزائريين، وبين الوجه يعني الخايب اللي راه كاين والوجه الزوين اللي راه كاين، وتناول فيها يعني كيفاش الناس يساعدوا في الجزائر للعيد. اخوان اخواتي، يعني هذاك الشغب اللي وقع في التيران واللي انت ينتقدوا بواحد الشكل يعني كبير بزاف، وتيحمل المسؤوليه للدوله قبل من الجمهور، واللي يتفادى باش يعني يتوجه بشكل مباشر للجمهور، يعني ما بغاش يعني يجرح هذا، ولكن دوز لهم رساله بان ما تعبرش على الجزائر، وفي نفس الوقت يعني تيحمل المسؤوليه الكبيره للدوله. يعني تقول لك مساله خطيره بزاف، ويعني ودوز بالدليل اشنو كان واقع. هذه نقطه. ونقطه اخرى تيقول لك كيفاش يعني الناس تيمشيو لواحد لازون اللي ماشي ديالهم، اللي خاصها غير بالصحافه، واللي تتبين الكارثه الكبيره ديال التنظيم. اخوان اخواتي، هذا كلام وانا غنقول كلام. يعني لما تيكون شي استئصال ديال الداء ما خصناش نعالجو القشره، وانما خصو يستأصل الداء. كيفاش مثلا غادي يكون النظام يعني في العمق ديالو هو اللي مريض، وتمشي انت تعالج ليا يعني غير اللي على برا. النظام اللي خصو يستأصل حقاش يعني اصلا هو كاين الفساد من الفوق حتى لتحت، لهذا تيبانوك بحال هذاك الحوايج. يعني تيبين لك في البلاطوات الرياضيه دائما كاين يعني انتقادات خصنا نديرو. راه المشكل ماشي هو هذاك، المشكل هو الجذور كاينين بادين من الفوق. النظام ما هموش يعني اشنو راه جاري، يعني هذا هو. يعني ما يمكنش تحيي واحد السيد باديه الموت. اخوان اخواتي، وندوزو النقطه ديال يعني العيد واجواء العيد، واللي تيتناول فيها كيفاش الجزائريين ولاو بانت واحد الظاهره ديال كراء الاكباش. كراء الاكباش لاول مره تبان في الجزائر. في دبل كانو سلط على واحد النقطه عاوتاني ديال العيد الاضحى، واللي وصلت لواحد الدرجه ديال كراء الاكباش، وهذه ظاهره يعني ما كاينه الا في الجزائر. يعني وشكون مور هاد الظاهره اللي بانت الا ظلم النظام للشعب ديالو. ما يمكنش الجزائر بلاد الغاز والنفط وتوصل لهذا المستوى. ولا سلط واحد نقطه اخرى ايجابيه، النقطه هذه وهي ديال المحسنين اللي لما تنشوفوهم تيفكرونا بان يعني مازال كاين الخير في هذه الامه. وعجبتني هذه النقطه اللي ماشير ليها باش ما يبانش بان كل شيء غير كحل في الجزائر، وانما كاينين واحد الفئه من الناس مازال عندهم واحد الخيط مربوط مع الله تعالى. اخوان اخواتي، اتمنى بالله ما نكونش طولت عليكم، والى فيديو لاحق، ودمتم في حفظ الله.